سباقة 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 عمر عامل ايه؟ زمانه كبر دلوقتي صح؟ حبيبي بقى عنده 8 سنين، بس من ساعة ما رجعوا القاهرة بقيت أشوفه بصعوبة. ايوه بس القعدة هنا هتبقى صعبة لوحدك، مش بتفكري تنقلي هناك؟ والله يا ابني بيتحايل عليا، بس لا ما أقدرش. في السن ده صعب الواحد يغير عيشته وحياته. مع السلامة. ابنها اسمه عمر. دي صاحبة الحضانة اللي كنت بشتغل فيها أول ما اتخرجت، ست جميلة قوي. انت بتشتغلي مدرسه؟ لا، أخصائية اجتماعية. امال ايه حكايه المطر؟ دي قصة طويلة قوي. انت بتحبي نعمل ايه؟ أول حاجة هنروح نشتري لك قميص ولا ناوي نكمل اليوم كده؟ اللي يلا. تشوفيه. قولي بقى. بص لي دي. لا طيب ولا دي لو سمحتي. ايوه. في مراية هنا؟ يا فندم جوه في البروفه. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ إيه شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، دي لايقه على البورنيطه حتى. لو سمحتوا يا جماعه ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفه. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشاي. لايق عليك وماشي مع الفستان. فنان برضه. انت عارفه ان احنا هنا قريبين من القلعه وممكن ناخد تاكسي من بره. انا جعانه. وانا كمان. يلا بينا، هنلاقي اي مكان واحنا ماشيين. اتفضلي. عارفه المينا دي كانت مهمه قوي في فتره من الفترات. قوافل تجاريه والحجاج بيطلعوا من هنا على مكه. عشان كده السلطان سليم بنى القلعه عشان يحمي القوافل دي من قطاع الطرق. الصراحه ما كنتش اعرف المعلومه دي، بس انا مش متعوده اجي مع دكاتره الجامعه هنا. دكاتره الجامعه دي معلومات عامه. بس انا المعلومات التاريخيه بتاعتي متواضعه يعني. بس ببقى مبسوطه كده وانت بتتكلم في موضوع بيهمك قوي. فكرني بجدي، انا قلت لك كده صح؟ هو رحل مش كده؟ من زمان. بس جدتك؟ التو لسه موجوده، بس بقالها سنين عايشه في دار رعايه، وتقريبا من شهر كده نقلناها المستشفى، حالتها اتدهورت، عندها الزهايمر. موضوع صعب ده. يعني في ايام بتبقى اوحش من ايام، بس اكتر حاجه انا مضايقاني ان انا ما بقتش عارفه اشوفها كتير زي ما انا عايزه، وبقت طول الوقت بتسال على امي طول الوقت، وانا مش عارفه اقول لها ايه. هي مامتك فين؟ ما عنديش فكره،
ماما عاملة زي الهوا، عمرك ما هتعرف تمسكها. تروح مكان ما تحب وتعمل اللي هي عايزاه وكده يعني. أنا أمي لما تعبت أبويا ما عرفش يتعامل مع الموضوع خالص. وأنا كنت صغير بس كان لازم أنا اللي هندل كل حاجة. عندها ايه؟ كانسر، مرحلة متأخرة وما كانش في أمل يعني. أنت كنت جعانة قوي. يلا بينا. يلا. صاحبت مرة واحدة؟ مرة واحدة بس؟ مرة واحدة بس. مش مصدقاك. لا والله. حاسة كده إن في حدوتة هنا ولا هنا. ما بحسبهمش. أنا كنت مراهق حزين جدا، حتى وأنا في ثانوي معظم الوقت قضيته مع أمي الله يرحمها. وبعد كده؟ اتجوزت. إيه أخبار الكتابة بقى؟ ماشي. وبعت الفصل الأول للناشر، المسودة يعني. طب ده حلو قوي. وقال لك إيه؟ لسه ما ردش، ويمكن مش هيرد خالص. أكيد لسه ما قراش بس. مش مهم، هي حاجة غبية من الأساس. تصوري مؤلف يبعت لناشر مسودة الفصل الأولاني من غير ما يخلص الدرافت بتاع الرواية كلها. تحبي نفسك؟ يعني إيه مش فاهمة؟ بتشوفي نفسك حد كويس؟ لا. ليه؟ عشان بشوف إن مفيش حاجة اسمها شخص كويس وشخص وحش. في نصابين وحرامية وقتالين قتلة والكلام ده كله، بس أنا شايفة إن إحنا كلنا كبني آدمين بنحاول نعيش، نبقى طيبين أوقات وبنغلط أوقات. فمين فينا وحش ومين فينا كويس يعني الصراحة معرفش، وده آخر هم إن أنا أعرف. أنا ما قصدتش أضايقك. فاهمة. يعني أنا فاهمة سؤالك، عشان أنا وأنت دلوقتي مع بعض. طب أنت شايفني إزاي؟ شايفني حد وحش؟ أنا بسأل نفسي 100 سؤال في اليوم. اسألني أنا. ليه أنا؟ يمكن عشان عينيك حلو. ليه أنت؟ عشان أنت عاجبني. بحب طريقة كلامك ومشيتك. بحب الوقت اللي بقضيه معاك. ممكن اقعد اسمعك ساعات تقول اي حاجة وما زهقش. بحب ازاي بتلمسني. مش محتاج ترد. أيوة ما فندم، يعني ايه غريبة؟ ما هي مامتك غريبة يا ما. وانت حاسة انها تعبانة فعلا؟ لا يا حبيبتي ما اقدرش اجي دلوقتي. ما انا قلت لك في الغردقة بعمل بحث عشان الرواية. لا العربية مركونة في الجونة، ما فيش اتوبيس هنا قبل الساعة 6. اطمني يا حبيبتي، لما ارجع نتصرف ان شاء الله. أنا كمان. أوكي. باي باي.
عايز ترجع؟ هلا هلا